برشلونة وريال مدريد مباراة في الجولة 35 من الدوري الإسباني. يسعى برشلونة لتحقيق الانتصار في هذه المباراة حتى يحسم لقب الدوري الإسباني ويكون بطل الدوري الإسباني بشكل شبه رسمي، وحتى يعوض خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. لكن المعضلة الرئيسية في هذه المباراة لفريق برشلونة هو غياب الظهير الأيمن كوندي، وبالدي يعني بعد ما تلقى التصريح الطبي موجود على مقاعد البدلاء. يعني هانز فليك ما بده يجازف فيه من أول مباراة، راح يشاركه ممكن الشوط الثاني. وشهدت كمان هذه المباراة عودة مارك كاسادو على مقاعد البدلاء، وليفاندوفسكي راح يكون برضو على مقاعد البدلاء، ممكن يشترك في بداية الشوط الثاني أو نهاية الشوط الأول حسب معطيات المباراة. يعني أنا بحكي لجمهور برشلونة اللي بيستنى من هانز فليك إنه يغير أسلوبه أو طريقته، يعني بقول له انسى، مستحيل هانز فليك يغير أسلوبه مع برشلونة، وهو الضغط العالي والدفاع المتقدم والاعتماد على مصيدة التسلل. لكن بصراحة يعني هانز فليك مدرب كبير، يعني مش محتاج انه نحكي له انه باخر 7 دقائق 5 دقائق من المباراة حاول انك انت توجه اللاعبين انهم يستهلكوا الوقت، خاصة اذا كنت انت متقدم بالنتيجة. يعني يستهلكوا الوقت ال7 دقائق او ال5 دقائق، يستهلكوهم بأي طريقة، خاصة بعد تقدمك في النتيجة. كمان يعني تقليل الأخطاء الدفاعية في الدقائق الأخيرة. يعني شفنا في المباريات الأخيرة في آخر 3 4 مباريات لبرشلونة كان يتلقى أهداف في الدقائق الأخيرة، فالمفروض يشتغل على الموضوع هذا في التدريبات. وموضوع إهدار الفرص السهلة، يجب استغلال كل الفرص الممكنة وتحويلها لأهداف. أكيد هانز فليك قام بإخراج اللاعبين من أحزان الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وحمسهم، واللاعبين نفسهم عازمين على تحقيق الانتصار وحسم لقب الدوري الإسباني من هاي المباراة. على الجانب الآخر فريق ريال مدريد فريق نعرفه، فريق كبير، فريق قوي، منافس شرس على لقب الدوري الإسباني، ويريد النقاط الثلاث من هاي المباراة من خلال ضرب مصيدة التسلل اللي بيعتمد عليها هانز فليك، من خلال سرعة فينيسيوس ومبابي والهجمات المرتدة السريعة. لكن على دفاع برشلونة يكون مركز ويطبق كل الواجبات المطلوب منه على أكمل وجه. التشكيل المتوقع لفريق برشلونة في هذه المباراة: في حراسة المرمى تشيزني، في الدفاع جيرارد مارتن، مارتينيز، كوبارسيا، وإيريك غارسيا، في خط الوسط ديونج، بيلري، وداني أولمو، في الهجوم لامين يامال، فيران توريس، ورافينيا. أما التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد: في حراسة المرمى كورتوا، في الدفاع فالفيردي، تشاوميني، واسينسيو، وغارسيا، في خط الوسط جولير، سيبايوس، بيلينغهام، ومودريتش، في الهجوم فينيسيوس ومبابي. النتيجة المتوقعة لهذه المباراة: أنا توقعاتي فوز برشلونة 4-1 في هاي المباراة إن شاء الله. تحيا برشلونة دائما وأبدا.